7. جو الدلال الزايد. جو شنو؟ الدلال. هذا هم سلبي، هم شنو؟ يعني يو إفراط يو تفريط. ابتغي بين ذلك سبيلا. لا تكون دكتاتور من جهة، ولا تعلم أولادك على الميوعة من جهة أخرى. لا هالشكل صحيح لا هالشكل صحيح، خليك طبيعي متوسط. ايش قد صار؟ 7. 8. جو الإهمال. جو الإهمال شنو؟ يعني أحول البيت مو ثكنة عسكرية كما بالجو الدكتاتوري، أحول البيت إلى فندق. فبعد قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، موجود وما موجود بجو الإهمال؟ ما موجود. أنت ما متحمل المسؤولية تجاه زوجتك ولا أبنائك. فندق، البيت يصير فندق. شنو يعني فندق؟ ايش تقصد بالفندق؟ فندق يعني تيجي تنام بالليل، الصبح تطلع شغلك، ترجع تنام بالليل، الصبح شنو؟ تطلع شغلك. والبيت إلى حيث ألقت رحلها أم قشعا. أصلا ما أدري بي أولادي شو يسوون ما يسوون، يدرسون ما يدرسون، وين يرحون وين يجون، أصدقائهم منو على الانترنت شو يشوفون، كله ما أدري بي. أنا المهم أرجع تعبان ألف راسي وأنام، الصبح أطلع. هنا أنا صار بيت وقوا أنفسكم وأهليكم نارا، يو صار فندق. هنا البيت، هنا البيت صار فندق مال مبيت. ما بي تحمل مسؤولية لا تجاه الأبناء ولا تجاه الزوجة. المرأة بالمولات هي وصديقاتها تطلع بالمول تريد تشتري هاي الشغلة وذيك الشغلة. الآن هم التسوق صار الكتروني ومو الكتروني، على الفيس هاي عجبتني اشتريها، ذيك ما شنو، مولات العصرية ويا صديقاتها. ترجع هم تعبانة، الرجل هم يشتغل يرجع تعبان، هي تلف راسها وتنام، هو هم يلف راسه وينام، والأولاد يصولون ويجولون. هذا وين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وين تحمل المسؤولية تجاه الأبناء والزوجة؟ وين الأم كنت تتحمل مسؤوليتها تجاه أبنائها؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وين؟ لو الآباء قاعد يربون أبنائهم متحملين مسؤولية أبنائهم، مو على أقل خلاف بين شخص وآخر، هذا شال سلاحه وذاك شال سلاحه، ومنا 3 ومنا 4 ومنا 5 ومنا 6، ولما تجي للكبار تقول لهم مو عيب عليكم ذولا هيك يسوون؟ يقول والله أطفال. أطفال ليش ما ربيتوهم؟ الأطفال غير تربوهم أطفال، وهذا عذر أطفال؟ كما ربيتوا أولادكم، كما ذول الأطفال جايين من المريخ لو بيوتكم هذولا. ما أدري والله، المشكلة هم تحكي ما أدري. أبسط خلافات نستحي نقولها، إذا تقولها يقول هذا يقصدني يقاومك. ليش أقول لك نمشي بين الغام؟ تحمل مسؤولية، ربي أولادك. عيب عليهم كل يوم شايل سلاح على واحد، على أبسط الأمور كل من شايل سلاحه ويرمي، عيب. حتى الطائرة اللي قاموا تمر بالجو ما تخلص من رمينا، طائرة أصيبت بطلق ناري، عيب. هم متخلفة احنا، عيب. شنو ننطي صورة عن مجتمعنا أمام العالم؟ ميت رمي، عرس رمي، ما أدري شنو رمي، رجع من الحج رمي، راح ما أدري وين رمي، على شنو؟ كافي. قرن 21 احنا. قبل كانوا يسترون، هسه الدور حتى قعداتهم قاموا ينزلوها على الانترنت، فضائح الحكي بيها 3/4 فضائح، هذا ايش سوى وذاك ايش سوى، هاي على ما فلانه وهذا على فلان. الدور بدأوا يصورون حتى الخزي والعار قام يتصور وينزل العالم. شو القصة؟ شو صار؟ ما فهم ايش صار بينا، ما ادري. ليش يصورون؟
غسيل تنشروه على شنو؟ تسعة، الجو التاسع الأخير ذني كلهم سلبيات. الجو التاسع الجو المتسامح، بس التسامح اللي في مكانه، يعني جو أسرة يسودة اللي قال القرآن الكريم جعل بينكم مودة ورحمة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا لتسكنوا إليها. هذا الجو هو الذي أراده الله تعالى لأسرنا، وهو يأتي من خلال تفعيل دور العقل والتفاهم وعدم إدخال طرف خارجي في العلاقة الأسرية، إلا إذا تشنجت الأمور كلش وهذا الطرف الخارجي كان عاقل. هذا اللي عبر عنه القرآن الكريم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. كون عقلاء أهل حكمة يدورون خير مو يدورون مشاكل حتى يحلون المشكلة، وإلا تدخل الأطراف الخارجية عادة تأزم الوضع بالأسرة مو تنفعه.